بقول لك يا ريان، هي امي فين؟ امي لحد دلوقتي ما جاتش من بره. ايه اللي مامتك فين يا محمد؟ ما مامتك طلعت تشتري حاجه من تحت وطالعه. طب ما ترن عليها نجوى كده عشان عايزينها تاكل معانا بدل ما احنا بناكل لوحدنا. هو في ايه يا محمد؟ انت محسسني يا مامتك يعني اول مره تنزل، ما تسيبها براحتها لغايه ما تيجي. ماشي، بس نزلت وما قالتليش، واجي من الشغل ما الاقيهاش، وبالنص ساعه وداخلين على ساعه هي مامتك كده ما بتحبش الفضاء ابدا، تحب تقعد تعمل شوبينج وتنقي في حاجات براحتها، سيبها بقى ما تقلقش. انا مش عارف يا ريهام اعمل ايه. طيب طب انا هستناها لحد ما تيجي عشان ناكل مع بعض. انت هتستنى ايه؟ مامتك اصلا كلت ونزلت، ما تشغلش بالك بقى بالكل. ازاي يا ريهام؟ انا ما اقدرش احط اللقمه في بقي من غير ما امي تبقى معايا. وبعدين نزلت فين؟ ده اول مره تنزل. يا ست اتخانقي، عايزه تشم هوا، سيب الست تشم هوا. خلاص بقول لك ايه يا نجوى، رني لي كده عليها شوفيها فين. وبعدين يا نجوى انت تعرفي هي فين؟ يا محمد ما اعرفش، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. إيه؟ بعد اذنك ممكن تراعي امك وتخلي بالك منها يا ايه؟ محمد. هي ريهام زعلتها في حاجه ولا ايه؟ محمد انا ما اعرفش، انا دخلت البيت ده طرشه ولا بشوف ولا بسمع. هو في ايه يا نجوى؟ بتقلقي على مامته ليه؟ ما تسيبيه الست يا عماله ريهام تروق يعني على امي نفسها. تنزل كده؟ بقالها شهر قاعده في البيت ما اتحركتش، نزلت راحت فين؟ وبعدين قافله تليفونها، وبقول لكم يا جدعان كلموها ولا حد عارف هي فين. انا ولا بقلقه ولا حاجه يا ريهام، بعدين انا بنت خالته، بعدين انت تبقى خالتي، يعني انا بقول له ان هو يخلي باله من مامته، فيها حاجه دي؟ ما اعرفش امي راحت فين، دي اول مره تنزل. طب انت زعلتيها يا ريهام؟ يا محمد انا بقول لك هي كانت بتقولي مخنوقه ست هوا، في ايه انتوا مكبرين الموضوع ليه يا جماعه؟ انت اكتر واحد تعرف مامتك، واكتر واحد عارف مامتك ممكن تكون فين وبتعمل ايه. اكيد ماما طالما نزلت كده واتاخرت يبقى حد مزعلها. يا جماعه طب انا هنزل ادور عليها. استنى يا محمد، هتروح تدور على مامتك فين؟ هشوفها في انهي ما مكان. يعني يا محمد هو خلاص يعني لو الست اتهوت شويه غلط؟ أيوة. يعني عملت ايه غلط؟ انا امي عمرها ما نزلت لوحدها يا ريهام، انا قلقان على امي قوي. انا خايف تكون حد زعلها وتكون سابت البيت ومشيت. هو دي ما إيه تعرفش ده؟ حاجه. هو في مين غيرنا اصلا هيزعلها؟ انت ومحدش ما تعرفش هيقدر. حاجه عن مامتك. انت زعلتيها يا نجوى. انا زعلها ليه يا ابني؟ دي خالتي، يعني في مقام مامتي وهي اللي مربياني. هي حماتي اكيد يعني مش هضايقها. ما اعرفش يا ريهام، ما اعرفش، بس انا قلبي متوغوش، قلبي متوغوش على امي. في ايه يا محمد؟ كبرت الموضوع ليه؟ امي فين يا ريهام؟ انا امي مستحيل تنزل وتسيب البيت غير لما يكون في حد هو ايه اللي مضايقها. مستحيل؟ انت اللي قومتيه، لازم تقولي له كده. هو انا قلت لك حاجه يا ابني؟ وبعدين ما تركز. وانت تقولي لي خلي بالك من امك، يبقى في حاجه، يبقى امي فيها حاجه. انت السبب اني خليتيه يقلق. هو انا معنى ان اقول لك خلي بالك من مامتك يبقى فيها حاجه؟ انا بس بقول لك خلي بالك منها. انت بتتصل بمين؟ تليفونها مقفول. مامتك اصلا موبايلها سايباه هنا، يعني مش هتعرف تكلمه. ومقفول ليه؟ وسايباه هنا ليه؟ ونزلت ليه؟ وما قالتليش ليه؟ هو قال لي ليه؟ هو ما ينفعش تهوي على نفسها وتيجي؟ انا لا. لسه جايه قاعده هنا قريب، بس انا مش فاهمه انت ازاي ما تعرفش حاجه عن مامتك. لا، انا قلبي بيقول لي ان امي متضايقه من حاجه. انا في حد مضايق امي. قسما بالله يا ريهام لو عرفت ان انت مزعله امي في حاجه ما تعرفي هيعمل فيكي ايه. لا بقى انت عارف ولا انا انت. مع مامتك ازاي؟ يعني عمري ما هعمل معاها كده. لا، امي بقى لها شهر ما نزلتش من البيت، وبعدين امي ما بتقدرش تمشي على رجليها. بقول ان لك هي ايه؟ تنزل من البيت ما لوحدها ممكن- وما تقوليش وما تاخدش تليفونها معاها وتقفله، يبقى في حد مزعلها. يبقى نجوى اللي مزعلاها، لان هي لسه جايه معانا تقعد معانا من قريب. هو انت هتجيبي البلوه عليا ولا ايه؟ بقول لك يا نجوى، مامته نجوى. اصلا عمرها ما زعلت. انا عايز. وبعدين لحظه بس، هو انا لو عامله مشاكل انا همشي حالا، انا ماشي. انت ما وريكيش يا الشارع نجوى. قاعده معانا. طيب عايز خلاص يا ايه؟ نجوى، انا عايزك دقيقه. وانت يا ريهام شوف امي راحت فين وقولي لي. تعالي يا نجوى بعد اذنك. تعالى. مش عارفه هو مكبر الموضوع كده ليه؟ عارفه لو فتحتي بقك ولا حس بيك ان انت هنا والله ما هسيبك. وبعدين نجوى كمان ممكن تقول له نجوى مش عايزه تنطق. عارفه انت لو نطقتي هو كل ده فاهم ان انت تحت. اوعي تنطقي. هي بنت انا عملت فيك ايه علشان تعملي فيا كل ده وتعذبيني وتحطيني تحت الترابيزه؟ بقول لك ايه، انا اصلا كنتش عايزاكي تقعدي معانا، وكويس قوي ان انا ساكته كل ده. محمد لو عرف هيزعل، وانت عارفه محمد ابني بيحبني قوي، وبعدين مصيره في يوم هيعرف. واقول لك حاجه ممكن نجوى تقول. لا نجوى هتخاف تقول له عشان ممكن امشيها من الشقه، وهي طبعا عايزه تقعد عشان ملهاش مكان تاني هنا. فطبعا وانت كمان نفس الحوار، يعني لو انتوا في حد فيكم فتح بقه مش هتقعدوا في الشقه. سامعه ولا مش سامعه؟ كل انسان له طاقه، وانا طاقتي ما تتحملش اقعد تحت الترابيزه كتير، انت عارفه. بقول لك ايه يا حبيبتي، هي كلها ساعه وهيروح شغله، لما يروح شغله ابقي اطلعي. هو طب وليه العذاب ده؟ انا عايزه اعرف ايه اللي جاي لك تعملي فيا كده وتعذبيني على طول تحت الترابيزه؟ عشان تمشي من هنا. انا خلاص تهيت منك انت ونجوى، قاعدين لي على نفسي طول الوقت. ابني مش راضي يخليني امشي، بيقول لي لا يا امي انا عايزك كده قدامي علشان اشوفك وانت بتدعي لي. محمد انا ما اقدرش اكون سبب في خراب البيت، انا كل اللي اقدر اقوله لك
خلي بالك من مامتك. قسما بالله يا نجوى لو ما قلتي لي الحقيقه ما هتعرفي اعمل فيكي ايه. وبعدين دي في مقام امك يا بنت، انت اختي، يعني المفروض دي تبقى امك وانت خايفه عليها اكتر مني كمان. طب ما دام انت عارف ان انا اختك وما دام عارف ان دي مامتك، انت اللي المفروض تخاف علينا. ما انا ما اعرفش هي فيها ايه. اكيد نزولها ده وراه حاجه، ريهام زعلتها صح؟ ما قوليلي. اعرفش ما اعرفش يا محمد، ومش يا هقول لك على نجوى اي انت حاجه. مش بتطلعي سر البيت كده، انت كده بتقولي الحقيقه. انما لما تعرفيني امي فين انت كده مش بتخوني البيت اللي انت دخلتيه يا نجوى. انت فاهمه الموضوع غلط. الحقيقه اللي انت بتتكلم عليها دي لازم انت اللي تعرفها وبنفسك، مش حد اللي يجي يقول لك. طب انزل ادور عليها فين يا نجوى؟ يا نجوى طب هي في الشارع ولا فين؟ طيب فهميني. ممكن تدور عليها في البيت، أدور ممكن عليها تلاقيها في البيت. ازاي؟ يعني ممكن تكون في الحمام ولا في المطبخ ولا في اي حته؟ ما اعرفش. دور. امي فين؟ امي فين يا نجوى؟ امي فين؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا محمد؟ ما انت اللي بتقولي لي امي في البيت. ماشي، ما تدور عليها. ما هي مش موجوده، هتكون مستخبيه. دور على الحقيقه يا محمد. فين امي بس يا جدعان؟ فين امي؟ بقى امي امك فين يا نجوى؟ هتستخبى في الكومودينو؟ انت عبيط يا ابني، انت مجنون. بقى امك هتستخبى في الكومودينو؟ ما انت تركز. انت بتقولي لي امك في البيت، هتكون فين يعني؟ ماما ماما ماما. والله العظيم انت ابن خالتي بس غبي. انا عمري ما شفت اغبى منك. انا متوتر، انا ما اعرفش يا نجوى. انت بتقولي لي امك في البيت، طب امي يمكن في الحمام. ماما خد هنا، يلا يلا يلا. شوف مفيش حد جوه. اهبل اهبل. ربنا وعدني بابن خاله والله اهبل العظيم. وما بيفهمش. انا متوتر يا نجوى، متوتر. امي فين؟ امي فين يا نجوى؟ امي عمرها ما نزلت من البيت. هقول لك امك فين وما تزعلش. فين؟ اوعي تكون متجوزه. ما تقولك يا محمد تقعد تاكل، ما انا تقعد مش هاكل ولا هدوق اللقمه غير لما اعرف امي فين. وانتوا كنتوا جوه بتعملوا ايه؟ ايه بقى السر اللي بتقولوا لي يا نجوى؟ نجوى قالت لي ان امي هنا. امي هنا؟ فين؟ امي فين يا انت ريهام؟ قلتي ايه بالظبط يا نجوى؟ نجوى بتقول لي ان امي في البيت ما خرجتش. ولو أمي مامتك في فين؟ البيت هتكون فين؟ ما اعرفش، بس انا حاسس طب إن يبقى هي أمي هنا. بتكذب، ما تقولوا يا نجوى انك بتكذبي. صبرني يا رب. أمي انا فين؟ دخلت البيت ده غلط. انا مش قولي فاهمه لي انا ايه الحقيقة يا جابني. نجوى. والله يا حبيبتي محدش قالك تيجي تقعدي معانا، انت اللي عايزه تقعدي وخلاص مع طن. بصراحه بقى انا عمري ما شفت غباء زي الغباء اللي قدامي ده، ولا عبط زي العبط اللي قدامي يا ده. نجوى انا متوتر يا عاجبك رب. كده؟ نجوى بتغلط فينا. طب قولي لي الحقيقه يا ريهام. هقول لك أمي راحت ايه؟ فين؟ طفشت؟ هربت مع حد؟ بقول لك متجوزة؟ بتسوي نفسها، تلاقيها تشتري شويه حاجات لنفسها، لبس اكيد يعني. ما تتاخر ليه؟ عمال ما تقيس يعني الهدوم وكده. ما اعرفش يا ريهام، بس انا قلبي مش مطمن. يا ونجوى مش حبيبي يا مطمناني. نجوى عماله تقول لي كلام غريب وانا عايز اعرف امي فين. دي نجوى اكتر واحده في البيت ده بتطمنك. دي يا نجوى. نجوى سيبيني هو في فين يا حالي نجوى؟ عشان إيه انا عايز الورقة اعرف دي؟ امي فين. هو ايه يا بعد محمد إذنك. في ايه؟ كاتبه ايه يا نجوى في الورقه دي ايه؟ يا ماما رقمي. يا ماما ايوه رقمي. ايوه يا محمد. لو انت سامعاني ردي عليا. انت فين؟ ماما هو ايه يا محمد احنا في الشارع هنا؟ هو احنا في صحراء عشان نازل ما هي نجوى بتقول لي ان امي في ردي البيت. عليه يا خالته. امي فين؟ انا تحت الترابيزه يا محمد. ايوه يا خالته. امي امي ايوه امي بتعمل ايه تحت الترابيزه يا ريهام؟ اما انا هنا. اما انا هنا يا يا محمد. اما أنا بتعملي ايه تحت الترابيزه يا امي؟ باكل. تعالي يا امي. استنى. بتاكلي تحت الترابيزه ليه يا امي؟ خليكي قاعده، خليكي يا خالته. يا جماعه قاعده حلوه. هي ايه اللي معانا تحت؟ انت كنت عارفه يا ريهام؟ لا طبعا، انت يا طنط اللي كنت معاك يا حبيبتي تحت. انت كنت بتعملي ايه تحت اقول الترابيزه لك يا كانت امي؟ بتعمل ايه وما تزعلش. يا نجوى انت بتهزري يا نجوى، وامي تعبانه وقاعده تحت الترابيزه يا كانت نجوى. قاعده بتتشمس يا حبيب قلبي. كانت انت بتعمل بتتريقي يا ايه؟ نجوى؟ ما انت يا اختي السبب اللي قلتي له. ايوه بتريق. ما تسكتي بقى. انت مش فهموني فاهم ولا الحقيقة. ايه؟ لا، هو انت مش فاهم. غبي؟ فهموني الحقيقه لان انا مش فاهم حاجه. وفي حد دخلت ولا افهم بقى يلا. رجلي. انت كلام اكيد طنط كانت بتمسح حاجه تحت السفره، مش انت كنت بتمسحي تحت السفره؟ اه اهي كانت بتمسح تحت أرضية. السفره. بقول لك ايه بقى؟ كفايه لحد كده. انا مش قادره اسكت. لو انت قولي لي هتسكتي انا مش الحقيقه هسكت. يا نجوى. كفايه بقى لحد كده. انا ساكته من ساعه ما دخلت البيت ده، بس بعد كده مش هسكت. مراتك دي لا تصلح ان هي تكون زوجه، فاشله في كل حاجه. مين ايه اللي ده؟ فاشله يا نجوى؟ انت حبيبتي اما تقولي كده، ثواني. وكفايه قوي ان احنا معيشينك معانا. هي امي هي اللي قعدتك تحت الترابيزه؟ مين دي؟ انا قعدتك ايه ده؟ دي كانت تلاقي بتمسح حاجه تحت السفره. بتمسح ايه؟ امي لا يا حبيب قلبي اسم الله عليك، ينتقم منك ربنا. امي كده عليا يا ستاتي. ايوه قلت أمي لك أنا. ابني بيزعل تقف بيزعل تحت عشان انت الترابيزة. اللي عايزه تزعليه وتقولي له الحقيقه؟ حصل لك ايه؟ شلل ولا حصل لك ايه يا قال لك خالد؟ شل نجوى. هي ما بتشلش هو. تكلمي جد؟ لا بهزر. يعني انا ريهام كانت مقعده امي تحت الترابيزه؟ اتفضلي وانت طالق. طالق. انت بتطلعني طيب. عشانهم؟ اتفضلي. يلا احسن، انا اللي تحت منكم. يلا ولا قرف. بره. نط من الشباك.
ليه وانا هموت عشانكم؟ وانت يا امي لما قعدت انادي عليكي ما رديتيش عليا ليه؟ ما انت قاعد تقول يا نور، بقول لك انا هنا يا محمد. ما سمعتش يا امي. قعدت اقول لك انا تحت الترابيزه العتبة على تسمعنيش. النظر. عماله اوريك الورقه واقول لك امك تحت مكتوبة فيها إيه الترابيزه أهو. وانت ايه البعيد يا محمد، ده بيفهمش. الكلمه امك تحت امك الترابيزه. تحت الترابيزه؟ اه ايه اللي انتوا كاتبينه ده يا جدعان؟ طب وانت يا نجم ما قلتليش الحقيقه ليه؟ يا علشان ربي. انا ما بدخلش البيوت وافتش اسرارها، يا انا رب. ما اتعودتش على كده، انا متربيه احسن تربيه. يا نجوى كان عادي كنت قولي لي، على الاقل كنت تعرفيني الحقيقه بدل ما انا مختوم على قفايا. انت مختوم على طول قفاك عمرك بقالك مختوم مده، على قفاك. وانت مختوم على قفاك. بس انا مبسوط ان انت بخير يا ماما. انا كنت خايف عليكي المفروض قوي. تبوس راسي انا مش راسها هي، عشان انا بس اللي يا قلت لك بنت، انا امه. مش معنى ان انا طلقت ريهام ان انا هتجوزك. مين قالك ان انا عايزه اتجوزك اصلا؟ لا. انت لو اخر واحد في الدنيا مش هتجوزك. عندك عليا. انت اخويا يهبل. يا بنتي عندك ليه يا عروسه؟ عندك انت عندك عروسه ليا. زي القمر، بتحبك من زمان يا واد يا محمد. وريني يلا. صورتها يا ماما، وريني صورتها بسرعه. على الموبايل. وريني. بنتي ايه؟ الطيور على اشكالها قمراية. بتقع. ايه ده؟ هو ايه ده انت بتعملي ده؟ انت جايبه له عروسه وبتقولي له قمرايه؟ ايه ده؟ ده عشان كده بقى انتوا عاملين خطه عليا تقفشوني عشان تجيبوا له عروسه. طفشك ايه؟ دي شبه اسلام اسو. ايه يا ماما اللي انت جايباه ده؟ لا مش سامع. شفت بقى؟ ولا انت حاجه. مامتك ونجوى كانوا هو بيطفشوا أنا مش عشان طلقتك؟ ايه؟ لا ده مالي. طب انا اتفضلي بس كده على عامله الله. زي اللازقه. اتفضلي كده على الله. اتفضلي امشي. عارف بقى. انت جاي اتفضلي امشي بره. هيجرى لها حاجه، هيجرى لها حاجه ان هي سابتك. انت عارف دي بتحبك وبتموت فيك. بقول لك ايه يالا، هجوزك بكره ستها يالا ولا يهمك. طبعا ده انت تشاور كده يا خلاص يا حبيب أمي، قلبي. تزعليش. تقعد على البساط الله وتنقي ست يخليك ولا البنات. تحرم منك معاك ابدا. عليا. يا امي لما مراتي تعمل فيكي حاجه قولي لي، عرفيني، اجيب لك حقك، انما ما تسيبينيش ماشي عبيط كده في البارولوس وفي الكروبيز مش عارف حاجه. بحبش ازعلك يا حبيب قلبي. لا يا ماما بقى انا ادخل ادور عليكي في البيت كله ودورت عليكي في درج ما انا درج قاعده اكل ما لقيتيش. درج ردي عليه. يا ماما ما هو بقول من لك كتر ما انا دماغي يا حبيب ساحت قلبي. ما قدرتش أنا عارفة افكر. إنك يا بتحبني ماما يا محمد. الابن بقول لك ممكن إيه؟ يفقد عقله عشان خاطر بقول امه. لك إيه يالا؟ مش كله 100 جنيه. بس يلا يا شفت بنتي. البت دي بقول لك هات 100 طماعة. انت مش جدعه هاتني. لان الساكت عن الحق مصلحة شيطان شفت اخرس. بتقول لك هات 100 انا ما جنيه. ينفعش يا محمد اجي اخش البيوت وافتش اسرارها. لا ينفع. لا، ما انا عايز اقول ينفعش. لكم حاجه يا جماعه، لو انتوا مكاني كنتوا هتتصرفوا ازاي لما تشوف مراتك بتعامل امك بالشكل ده؟ هتعمل فيها ايه؟ انت لما تلاقي امك تحت الترابيزه هتفتكر ايه وهتعمل ايه في مراتك؟ يا ريت تعرفوني، لان انا مش عارف اعمل ايه في مراتي اللي بحبها بقالي 7 سنين متجوزها، اجي اكتشف ان هي بتقعد امي تحت الترابيزه وبتاكلها طاجن فراخ من الطاجن اللي هو جايباه ده ابو 7 جنيه ونص. ده نقت الفراخ وسابت لي المكرونه، عمال ادور ان الاقي حته فرخه. انا نفسي اعرف منين انتوا قولوا لي لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ يا ابن خالتي. وبعدين يا جماعه احنا بنطلع نعمل الفكره لايت وبنهزر عشان احنا ما ينفعش ناخد الموضوع جد، لان لو انا شفت امي في الموقف ده هعمل مصيبه. تعالي يا بنتي هنا خالتي. اعتذري لامي وبوسي دماغها. مش هتسيب. بوسي يا ريري، هات يا ابن بوسي خالتي. لازعه يا بوسي بقى. بوسي يلا صحيح عشان يلا. مش عايزه اديني ال 100 قلبي جنيه. دي خليكوا شاهدين. وبعدين يا جماعه في حاجه، نجوى بتقول ان هي ما ينفعش تدخل البيت وتفتش اسراره. دي لا، حقيقة. الساكت عن الحق شيطان اخرس. يعني لما الاقي حاجه غلط لازم انصح. يعني انا لو لقيت مثلا حد بيأذي ابويا او بيأذي امي هسكت عشان ما افضحش البيت؟ لا، في حقيقه وفي واحد مفضوح وفي واحد ربنا كشف عنه الستر، فالمفروض ان احنا نحافظ على امهاتنا عشان امهاتنا دي هي اللي ولدتنا وهي وهي اللي ربتنا. تعبت فينا وهي اللي بتطبخ لنا. وهي اللي واشتغلت عملت ليالي معانا كل علشاننا. حاجه. حملتنا ببطنها 9 شهور وانا عايزه 100 جنيه عشان زهقت. عايزه 100 جنيه. انا عايزه اعرف ليه. انا عايزه 5 جنيه. حاضر. خلاص يا أنا بقى- خلاص يا جماعه شكرا، انا هقعد اصالح امي ومراتي، حبيب قلبي. وانتوا لو لقيتوا امي تانية مستخبيه تحت الترابيزه قولوا قعدني لي. لا رجلي اتفضلي يا تعبانه. ماما. ان شاء الله تعالي يخليك صحيح يا يا قلبي. ريهام. تعالي. انا صالحت يا اختي انا زعلانه خلاص. قاعدين تحت الترابيزه. وبعدين يا ماما ايه البت اللي انت جايباها لي دي عندها شنب؟ شنب ليه؟ اه. تحلق. يا دي ده شبه ذمتك إسلام انا إيه؟ احلى ولا البنت اللي انت وريتها لها في الصوره؟ لا، انت طبعا. البنت بصوا يا جماعه خلاص. عشان دي امور عائليه هنخلص الموضوع ونبقى ايه نكمل الفيديو.